توالي الخيبات ونقص الحافز، وانا في الجيش وخصوصا في اخر شهرين كنت كل امل ان انا هخرج وهعمل واسوي. كنت محمل بافكار كتير واهداف اكتر، بس لما خرجت واتصدمت بالواقع واكتشفت ان الدنيا مش هتبقى سهله زي ما انا كنت متوقع، اتقفلت شويه وخدت خطوتين ثلاثه لورا وبدات اشك وافكر، هو الاهداف دي كانت اكبر من ان هي تتحقق، ولا الخطط اللي انا كنت حاططها ما كانتش واضحه ومظبوطه كفايه، ولا العيب فيا والموضوع كبير عليا وانا فاشل فعلا. ضيف على كل ده بقى ان ما يبقاش حد جنبك حاسس بيك او عارف اللي انت بتفكر فيه وبتمر بيه، ولا بيشجعك او بيزقك على الحاجه اللي انت عايز توصل لها او تقرب لها. فبيجي لك احساس كده اللي هو اللي انا بعمله ده صح اصلا ولا لا؟ طيب هل الطريقه اللي انا بحاول اوصل له بيها دي هي انسب واحسن طريقه، ولا في طريقه تانية احسن واسهل ونتيجتها اضمن؟ وبيبقى جواك كم من السيلف داوتس تهد اجدعها جبل واجدعها واحد.